سلام شباب، كي داير مزيان اون فورم على احسن حال. كنتمنى تكونوا مزيان. واليوم غادي نهضروا على ماتش ديال مدريد بلد الوليد، واللي كانت سبقاتو اخر مباراه قبل المونديال ضد قادش الجوله 14، واللي انتهت بالنتيجه ديال 2-1. سجل في هذه المباراه كل من ميليتاو، اسيست من عند كروس، وهدف كذلك من عند كروس، وهدف خيالي كما كنعرفوا بالتسديده ديال كروس اللي موالفين به. بالنسبه لمباراه ريال مدريد بتنسيناش في الوفاه ديال اللاعب السابق للمنتخب البرازيلي وفريق سانتوس، اللاعب بيلي اللي توفى عن عمر يناهز 82 سنه، فالتوقيت في سنه 100 بيلي. فهاد المباراة ضد قادش واللي كان غاب عليها بنزيما بداعي الإصابة، واللي كثر القيل والقال على بنزيما أنه كيتهرب باش ما يلعبش الماتشات ديال الليغا، باش يلعب الماتشات ديال المونديال مع منتخب فرنسا. وشفنا في المونديال أنه غاب على المباريات ديال دور المجموعات بسبب الإصابة، واللي كان غادي يكون واجد في المباراة ديال دور 16 ضد أستراليا. من بعد بداو قيل وقال على ان كاين صراع بين ديشان وبين بنزيما. ما تظنش انه كاين صراع بين بنزيما وديشان. علاش؟ حيت كان صراع بين بنزيما وديشان كره ما عيطش عليه، ما يتمش المنادات عليه للمونديال من قبل، وبهذا ما تظنش انه غاب بسبب صراع، بسبب انه كان مصاب، ودابا عاد غادي يرجع بنزيما للميادين. لعبات مدريد في الماتش ديال قادش بالخطه ديال 4-3-3 المعتاده، واللي كانت كتحول في الحاله الدفاعيه ل 5-4-1، وكان في التشكيله كل من كورتوا، ميندي، ألابا، ميليتاو، فاسكيز، كروس، تشواميني ومودريتش في الميديو، وفيني ورودريغو وفالفيردي في الهجوم. بالنسبه لنقاط ضعف فريق ريال مدريد هما الكرات في العمق ديال الدفاع، واللي تكسر خط الدفاع، واللي جا منا الهدف، وقبل منها كانت محاوله خطيره الفريق ديال قادش بنفس الطريقه تقريبا. كذلك التاخر في عمليه تبديل من كارلو انشيلوتي، واللي ممكن انه يبدلوا المباراه ويعطي واحد دفعه معنويه للفريق. وكذلك ما ننساش واحد الكره ديال مودريتش اللي ضيع واحد الفاس مع الشبكه، ما نسيناهاش اخويا مودريتش الشميع. من نقاط الضعف كذلك الفريق ديال ريال مدريد واللي كيعيبوه بزاف ديال مدريديستا هو الفعاليه الهجوميه ديال ميندي والمسانده ديالو اللي كتكون ضعيفه بزاف. وحتى الى ساند هجوميا تتكون الكرات ديالو العرضيه كتكون غالطه تقريبا، يعني المسانده الهجوميه ديال ميندي قليله بزاف. بين نقاط القوه ديال فريق ريال مدريد اللي هو لاعبي وسط الميدان اللي هما قويين بزاف، اللاعب كمجموعه. كذلك من بين نقاط القوه ديال فريق ريال مدريد التحول في الحاله ديال الكونتراتاك تي من القوه ديال ريال مدريد. كذلك الجهه اليسرى ديال فريق ريال مدريد اللي تتواجد فيها فينيسيوس اللي كتعتبر قوه ديال ريال مدريد. وكذلك اذا كان بنزيما كيشكل واحد الخطوره على فريق ديال الخصم، اللاعب في الصندوق ولا خارج الصندوق ولا اللاعب كعشرة. وفي الميليو كمودريتش اللي تعتبر قوه القياديه ديالو في الميديو. من بين نقاط ضعف فريق ديال بلد الوليد اللي هو الظهير الايسر بلاطا، وكذلك الكرات العرضيه. الى حاولنا نستغلوا الكرات العرضيه في العمق ديال الفريق ديال بلد الوليد ممكن اننا ننجحوا ونسجلوا اهداف. حيت في المباراة السابقة ضد اتلتيكو بيلباو استقبلوا هدفين من الكرات العرضية. من بين نقاط القوة ديال الفريق ديال البلد الوليد اللي هما الكرات الطولية، العرضيات الجانبية، وكذلك الكرات في العمق. الكرات اللي في العمق هما كيشكلوا خطر على ريال مدريد. ما نساوش ان فريق بلد الوليد جاي من فوز في مباراة كأس الملك الدور الثاني على أريناس دي جيسكو، ربحوهم ب5-1. نتيجة عريضة بزاف. رسميا أنشيلوتي أعلن أنه لن يكون هناك أي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية، وبالتالي رونالدو لن يعود لريال مدريد.
ولا كانوا شي انتقالات غادي يكونوا في الصيف. وكاينين اخبار كتقول بان ريال مدريد قدم اسينسيو و60 مليون يورو مقابل كيزا لاعب اليوف اللاعب الايطالي. حسب الاس فان الريال مشاو عند جود بيلينغهام، وكان رد الفعل ديالو ايجابي حيث ظهر الرغبه ديالو في اللاعب من اجل ريال مدريد، وعكس الذهاب ديالو الى الدوري الانجليزي، بحيث ان فريق ليفربول انسحب من الصفقه ومن المفاوضات. وحسب رامون الفاريز فإن ريال مدريد يثق في قدرته على ضم بيلينغهام مقابل 100 مليون أورو، كذلك 20 متغيرات. كذلك اللاعب فينيسيوس جدد العقد ديالو مع ريال مدريد حتى 2027، وتم التوقيع على العقود، ولكن لم يتم الإعلان على التجديد وسبب لا يعرف. وحسب الماركا فإن ريال مدريد لعب مباراة ودية قبل الماتش ديال بلد الوليد، لعبوا ضد ختافي ولم يظهروا بصورة جيدة حسب الماركة، وما خلقوا حتى فرصة سانحة للتسجيل، وهذا كينعكس سلبيا على فريق ريال مدريد وكيفاش غادي يكون ضد بلد الوليد. التشكيله اللي شاركت في هذه المباراه: في حراسه المرمى كورتوا، في الدفاع فاسكيز، الابا، ناتشو وميندي، وسط الميدان كل من كروس، سيبايوس، فالفيردي، وفي الهجوم كان اسينسيو، بنزيما كان حاضر يعني تشافى من الاصابه، وهازارد كذلك. وفي الاخير ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب لاشين وتفعلوا الجرس، وفي الفيديو جاي ان شاء الله. بيس.